السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا والله أنا بنام، أنا محروق. قريت رسالة بصفحات فتحي بالأزرق ورحت تأكدت سمعت إنه 6 أشهر. هذون الآن اللي في المناصب أقسم بالله بتحسوها في أطفالكم والله العظيم. الآن جالي يعني شوفوا الانتقالي اللي طالب بالانتقال يرجع على انتقالي، الله ما محاهوش ب6 ساعات إلا من كوارث عمله. السجون السرية اللي فتحه، البلاوي، لكن الله ما أعطى 6 ساعات قلبه طق. والآن الشرعية أقسم بالله أنه بتحسوها في أولادكم وربي بيعمل لكم كما عليهم، بتخارقوا الدنيا كلها، ما فيش حد بيجلس. وهذا الكلام الآن أوجهه أنا لمدير الأمن مطهر الشعيبي والنيابة وزير الدفاع، يوصل لأعلى مستوى. لو ما يغربلوش جالسين يدلعوا لي اصحاب الانتقالي، غربلوهم يا اخي، عصابات ماسكه عدن. شوفوا لفين وصلنا، شوفوا ما بتستوعبوا شيء، والله اني محروق، ما بتستوعب الكلام اللي بقوله. قضيه الجحافي، تدروا لفين وصلنا؟ نزلت لجنه. ايش لاقت هذه اللجنه اللي نزلت؟ تدروا ايش لاقت؟ الطفل المغتصب مسجون. شوفوا لفين وصلنا. مدير الامن مطهر، المغتصب مسجون، ناهيك انه قاصر صغير احداث هذا، وعليه قضيه. ناس قالوا من 6 شهور مسجون. والجحافي المغتصب برا، خرجوا المغتصب وخلوا الجاهل. الاسره ما تكلمتش حقه. ايش اللي مارسوه ضد الاسره هذه؟ وباي حق مطهر الشعيبي انت مدير الامن، باي حق يستجن طفل قاصر؟ نحن نتحمل سجن قاصر وعلى قضيه، وبايش من ذنب؟ والشرطه باي ذنب سجننه؟ هذا نشي نعرفه، ما نشيش الجحافي. خلاص هربتوه ما نشتيهوش. الشرطه هذه باي حق سجنت الجاهل؟ لا سن القانون يسمح. القضيه اغتصاب، هو المغتصب ومسجون الان، خرج انه لجنه. ايش سووا بالسجن؟ سؤال، ليش خلوه بالسجن؟ لا فين بنوصل بالبلاد، بلا فين صلوا على رسول الله. هل حد بيروح يحاسب الشرطه الان ولا لا؟ والله بترجع في اولادكم، والله بترجع يا اخي. والله اني محروق، ما نمت، ما توقعتش. الجحافي برا والمغتصب داخل. عليكم غضب الله. والله هذه رسالة لمطهر الشعيبي. يا مطهر الشعيبي، يا مدير الأمن، يا مدير الأمن، يا مدير الأمن، الجاهل مغتصب داخل السجن. سنه القانوني ما يسمحش انه ينسجن داخل سجون بين عصابات ومجرمين، وعليه قضية اغتصاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.